معتكف أنا في جامع الحنابلة، فمشان ما الناس يألفوا قصص، لأنه إذا شافوا في شيخ عم يتحرك بالليل، شفنا أحمد بن حنبل بالجامع، شفنا الشيخ الرفاعي بالجامع، شفنا أي نعم سبحان الله الناس بتحب الأساطير. فكنت أتخبى وراء المحراب هون بالليل، مرة أقرأ قرآن، مرة أذكر، مرة أي نعم صلي. الله سبحانه وتعالى علم منك الملل فنوع لك الأوراد. أي نعم. فسبحان الله أي نعم يعني أحد ملك لدقوا علي الشباك، أولاد الحارة بيعرفوني أنا جوا، فزيت والله هذول أولاد دادا بياعين الأواعي اللي بسوق الجمعة. خير قال لي شيخ باب الجامع مفتوح. شو مفتوح باب الجامع؟ أنا قافله بإيدي، باب جامع الحنابلة مثل باب القلاع كبير. جيت على الباب مفتوح الباب، الله أكبر. فوتوا يا شباب نعمل دورية جوا، فتنا درنا أمنا ما في شيء. مع السلامة قفلت الباب، دقر قفلت الباب، فتحت بالمحراب، ما في ربع ساعة دقوا علي الشباك قال شيخ باب الجامع مفتوح. الله أكبر. عملنا دورة يا شباب من فوق صعب حدا ينزل، ما لا يمكن، ما في حدا. طلعوا وقفلت الباب، بعد ربع ساعة دقوا الباب قال شيخ باب الجامع مفتوح. قالوا خلي الباب مفتوح بقى، نعم تفوت الناس تصلي بقى قبل الفجر بساعة، شو بدنا نعمل؟ اجت المصلين شو يحكوا لهم؟ الملائكة عم تفوت تسلم على الشيخ جوا. الله أكبر، سيدنا يرقد يبوس إيدي يبوس فخدي، لك قوم بلا شد بيقول له لك قوم. إيه نعم خلينا إياك يا شيخ يطول عمرك. ولي شيخ ولي، لك أنا ولي مو ولي. إيه نعم ما في. بعدين اجاني الإمام اجا إيه نعم كحليلة بيعيط عليهم، قالوا له هيك قعد جنبي صار يبكي، صار يبوس إيدي يبوس إيدي. هذا المفتح. فاجا طبيب اي نعم عنده تبع تصوير شعاعي، قلت له دكتور الله يرحم اهلك شوف لي الباب ليش عم يفتح. اجى والله على جنب الباب، تالي هذا الدقر ثابت على هذا الباب، هذا الباب هو اللي بيفتح وبيسكر متحرك، الهواء عم يلعب فيه، متاكل شوي من هون، فالدقر عم يرجع شوي 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 على ضرب الهواء عم يفتح الباب. قال لي تعال شوف ليش. جيت والله شفناه، نقول المصلين تعال شوف ليش عم يفتح الباب. هدول اهل الله ما بيحكوا ما بيحكوا. هنا شيء بالشيء يذكر مرة سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله تعالى أواخر حياته، كانوا تلاميذه يدوروا عليه دواره، ما أنا تلميذه. إيه نعم كانوا يقولوا لي شيخ مشان الله اطلع زور سيدنا، والله سيدنا بيحبك. كنت هيك أحكي له هالنكت الشغلات ضحكوا فيها. فقلت له سيدي بدي أحكي لك عن كرامة من كراماتي. كان عنده ملام مشايخ قال لي احكي لي. قلت له سيدي في عنا بالحي إيه نعم عائلة في زلمة أصابه مرض السرطان 13 سنة أكلوا السرطان أكلوا. قالوا للناس إذا عجز الطب صوت أهل الله. فأجوا على الجامع، نحن قاعدين بجامع الحنابلة، اجت زوجته لعنا جاب لي معها قنينة مي معبيتها مي، قالت لي شيخ مشان الله يعني تيمنا باللديغ اللي في صحيح البخاري قرأوا عليه سورة الفاتحة فطاب، يا ريت تقرأوا الفاتحة على القنينة مشان يعني يصقيها للمريض يطيب. خدتها والله حطيت القنينة بكل خشوع قرأت سورة الفاتحة الثاني الثالث كلياتنا، أعطيناها القنينة راحت على البيت نص ساعة دبوا الصايح. شو فيها مات الزلمة صوم من القنينة مات. قلنا لهم للطلاب قوموا نهرب. قلت له سيدنا الشيخ عبد الرحمن، قلت له سيدي رالك على كاسة مي يصير ضيوفها قليلا.